كان عندي مريض بيشتكي من حاجه غريبه، بيصحى تعبان وجعان طول الوقت ومفيش طاقه خالص، وكان بيقول لي ان هو بياخد مكملات بقاله شهور ومفيش اي فرق. بصيت له وسالته سؤال واحد: انت متاكد ان جسمك بيستفيد من المكملات اللي انت بتاخدها؟ استغرب وقال لي: يعني ايه يا دكتور؟ قلت له ببساطه ان مش اي حبايه بتتبلع جسمك بيستفيد منها. اغلب التابلتس الموجوده كل المكونات بتنزل مره واحده، وجسمك مش بيستوعب كل ده، فاللي بيحصل ان جزء صغير بيتاخد والباقي بيعدي. ساعتها عم الحاج ده بدا يربط كل حاجه، بس هو لسه مش مقتنع. وهنا بقى المفاجاه الحقيقيه. قلت له بصراحه انت ممكن تكون بتاخد مكمل كويس جدا، بس بتستخدمه بطريقه تخليه يشتغل نص شغل. وساعتها سكت خالص وبدا يفكر، لان المشكله ممكن تكون فيه او في الطريقه. فسالته: انت بتاخد ايه يا عم الحاج؟ قال لي: يا دكتور انا باخد مكمل عشان تنميل ايديا وضعف الاعصاب ومقاومه الانسولين. فقلت له: يا عم الحاج انت جربت ميلجا ماكس الشكل الجديد؟ قال لي: يا دكتور هو هيفرق؟ قلت له: هيفرق طبعا، لان التغيير هنا مش في شكل علبه بس، لا ده كمان بقى في تغيير في المكونات نفسها. والفرق ان الحبايه اتطورت وبقت تريبل لاير تابلت. طبعا الحاج هنا مش فاهم اي حاجه، فقلت له: يا حاج ان المكونات دي بقت متوزعه في الثلاث طبقات بتاعت الحبايه، يعني من الاخر كل طبقه من الثلاثه دول هتبدا تطلع مكون في وقت مختلف عشان جسمك يستفيد بكل مكون صح ويبقى لاطول فتره ممكنه. وده مهم جدا، لان لو عندك مقاومه انسولين او مشاكل في الاعصاب، فالتركيبه هنا عباره عن مجموعه من البنفيتامين والمغنيسيوم والكوكيوتين، معاهم طبعا البي 6 والبي 12، وكل دول متوزعين في اللايرز عشان يشتغلوا بكفاءه اعلى. المهم بعد فتره الحاج ده رجع لي وقال لي جمله وقفتني شويه. قال لي: انا كنت فاكر اني باخد المكمل الصح، بس طلعت المشكله ان انا مش باخده باحسن طريقه موجوده. وقتها انا فهمت حاجه مهمه جدا، ان المشكله عمرها ما كانت في المكونات، لان في مكملات كتير بنفس المكونات. المشكله هنا كانت ازاي بتوصل، لان مش كل الطرق زي بعضها.